ازيكم يا وحوش، رجعنا لكم تحدي جديد مع تحدي المعلومات مع ماما والاولاد. قبل ما نبدا سيب ناس حطيتين مع بعض ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك، ولو بتتفرجوا علينا على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا تعليق كده حلو زيكم كده. متابعة للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا اتأخرنا عليكم كتير مش شوية انا عارفة، بس معلش اعذروني، كان عندنا شوية ظروف كتير الفترة اللي فاتت وامتحانات بقى ووجع قلب زي ما انتم عارفين. والنهارده بقى مش جايين بتحدي، احنا جايين بمقلب. عاملين مقلب في مين؟ في بابا. عاملين مقلب في احمد. يا جدعان النهارده مفيش هديه. الهديه بتاعتنا اللايك والاشتراك. اعملوا لنا لايك واشتراك. الرباية تعرفوا النهارده بنقول ايه؟ النهارده ايه؟ المفروض خميس يوم العيد. لحمة كلها. انا هشرح لهم فكرة المقلب يا حمزة. اصبر يا جماعة. انا جوزي من وهو في الشغل عمال يقول لي عايز اكل لقمة جامدة بقى، عايز اكل لقمة جامدة عشان مقضيينها من ساعة ما العيد بدأ. طاجن لحمة ببصلة، فتة ولحمة مسلوقة. يوم عملت طاجن بامية باللحمة ورز. فالنهارده قلت له خلاص انا هعمل معاك واجب جامد قوي. قال لي هتعملي لنا اكل ايه بالله عليكي؟ بصوا هنا، بالله عليكي هتعملي معايا واجب بجد؟ هتاكليني ايه؟ قلت له لا مفاجاه. قال لي لا قولي، والله لا تقولي. من هنا بقى جات لي فكره المقلب. قلت له انا هعمل لك محشي. قال لي بجد محشي؟ قلت له هعمل لك محشي وايه بقى؟ وقلقاس. هو بيعشق حاجه اسمها قلقاس، بيموت فيها. جاي يبصوا على حر من الجمر، وطول الطريق يلا انا جاي، يلا انا جاي، يلا انا جاي. هو دلوقتي جه ودخل يغير، وانا قلت له هغرف قبل ما اتغير. حطيت الاكل وانا بقى ايه هوريكم. اول ما يتفاجئ ان انا عامله له بقى ايه فسيخ ورنجه. وعمال يقول ايه الريحه الغريبه دي. عمال يقول لنا ايه الريحه الغريبه ديت. نقول له ايه؟ طبعا من الجيران، طبعا من الجيران. ده اكيد الجيران عاملين رنجه، عاملين فسيخ. معلش يا جماعه انا صوتي دايما رايح، يعني انا طبعا انتوا عارفين اللي معاه صبيان دي الله يكون في عونها، يا اقعد يا اسكت يا على طول بحين صوتي. بس والله انا صوتي مش كده، اسمع علينا. المهم هو ايه دلوقتي بيغير وهيجي يتفاجئ. جاي عامل حسابه ان هو هياكل لحمه والقاس ومحشي. قلت له انا عامله جميع انواع المحشي، عامله له ورق عنب بقى وبتنجان وكوسه وفلفل وكرنب. فيجي يتفاجئ ان انا عامله له ايه فسيخ ورنجه. او رنجه احنا بنحب ناكلها سلطه، بحب اعمل لها سلطه كده بالطحينه بتبقى تحفه تحفه تحفه. وفسيخ خلياه اهو عاملاه فسيخ ورنجه. هيجي يتفاجئ. فخليكم معايا اول ما يجي يشوف الاكل نشوف بقى ايه رد فعله. تمام؟ جميل. سيبي يا حمزه. تحفه تحفه تحفه. طبعا انا مش بجيب الفسيخ من حد. اقول لك يا جدعان ان الاكل ده احنا بنعشقها قوي موت. الفسيخ دوت انا ما بجيبوش من حد بصراحه. انا خالتي الله يبارك لها ويديها الصحه يا رب، خالتي بتعمل فسيخ مش قادره اوصف لكم، ولا انا نسيت اصور لكم. في سمنه. عندك سمنه البلدي. بينزل سمنه بلدي قسما بالله. عايزه اقول لكم الفسيخيه. بصي قربي كده يا ماما. بصي السمنه البلدي عامله ازاي. لحمه. فعايزه اقول لكم نسيت اصور لكم الفسيخ قبل ما اعمله. الفسيخيه قد كده، يجي لها حوالي كيلو ونص، كبيره قوي. تنزل سمنه. فبصراحه الله يبارك لها يا رب ويديها الصحه ويشفيها ويخليها ليا يا رب. تحفه. وانصحكم فاحنا دلوقتي هي بس وطوا سكوا سامعه ابوكوا جاي. سامعه جاي اهو. يلا يا احمد يلا حطوا العيش. ايوه مفاجأة. ايه ده؟ هو ده القلقاس؟ مفاجأة. ايه ده يا ماما؟ ايه ده يا ماما؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ قولوا لي قلقاس. فين القلقاس ده؟ دي اللحمه؟ يس، ده بروتين، ده كله بروتين. بتصوري ليه؟ يلا بس احنا بنوثق المقلب، احنا بنوثق المقلب. بس يا ياسين يا جدعان ما انت يا بنتي ما انت عارفه انا عايز محشي. لا انا في الاول قلت لك عامله لك مفاجأة صح؟ بس قلت لي محشي وعامله لك بتاع لحمه بالبصل فين ايه؟ ده على فكرة دي أكلة غالية جدا، دي أكلة البشوات دي. دوق بس وقول لي ايه رأيك. دي لحمه جوعتيني على الفاضي.
فين اللحمه بتاعت العيد؟ زهقنا يا احمد، 4 ايام بناكل في لحمه. ما في ايه لا انا مش هاكل، انا عايز لحمه بعد اذنك، قومي اعملي لي كيس لحمه. كيس لحمه؟ طب خلاص ما تاكلش، قوم. بتعمل ايه؟ انا مش هاكل، اعملي لي كيس لحمه. طيب ما تاكلش، قوم. طب ايه؟ وبعدين انا مش هاكل الاكل ده، بعد اذنك انا عايز اللي انت قلت لي عليه في التليفون، قلت لي ايه؟ قلت لك عامله لك محشي جميع الانواع وقلقاس. فين القلقاس؟ طب بتاكل ليه طيب؟ طب قوم. احنا بناكل دلوقتي، احنا مش بناكل، احنا بندوق. خليكم شاهدين. قالت لي انا عامله لك كذا وكذا وكذا. على فكره هم مشتركين معايا في المقلب. ما هي على فكره حمزه اللي صمم على الاكله دي وقال لي لو كنت هتطبخي مش هاكل. انا عايز قلقاس. طب قوم. بندوق طعمه بس. طب عايز قلقاس؟ قوم خلاص انا هعمل لك اللي انت عايزه، بس قوم. بندوق طعمه. وربنا من عين لما يجي القلقاس. بس بقول لك ايه بصراحه، ايه رايك في الفسيخ؟ وحش. مش بتاع خالتك؟ اه طبعا اوف عليك. جامد صح؟ اهو خليكم شاهدين، اهو اعترف. بس بأمانة الست دي كانت حاجة عظمة، اقسم بالله. بس انا عايز قلقاس. احنا بندوق طعمه بس لا. السنة دي وحش. بعد الاكله دي ولا هتقولي قلقاس ولا غيره؟ انا هتقول عايز قلقاس. يا شيخ بس قوم من على الاكل. عايزين نقول ايه؟ بلا نشا. بس بجد ايه رايك في المقلب؟ دخل عليك صح؟ انا بصراحة جاي عامل حسابي على هوبر لحمة. هو بالله. طب ما زهقتش لحمه؟ احنا 4 ايام بناكل لحمه. ده عيد. لا عيد ايه؟ ما هو العيد 4 ايام وخلص. بلا نشا. انا عايز قلقاس. ايه رايكم؟ يلا بقى يا جماعه نقول باي بقى يا جماعه عشان الحقهم قبل ما يخلصوا الاكل عشان اكل معاهم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والله خير حافظ وارحم الراحمين. ولو شفتونا لحد اللحظه ديت تبخلوش علينا باللايك وبمتابعه، ولو بتشوفونا على اليوتيوب اشتراك وفعل زر الجرس، وقول لي رايك في التعليق. بصوا يا جماعه سلطه الرنجه اللي انا عاملاها تحفه. بصوا الفسيخ خلياه يا جماعه. بصوا ده بالشطه وده من غير شطه للولاد. يلا لما يصير بعد اذنك قومي اعملي لي. برضو قلقاس ده انت طماع قوي. يلا يا جماعه مع السلامه، باي. يلا قولوا باي. باي. عيد سعيد عليكم. عيد سعيد عليكم. يلا كل سنه وانتم طيبين.